النهارده هنعمل الاندومي بالخضره والحمراء والبيضه، زي اللي بنجيبها من بره ونحب نعملها اهي. شايفينها؟ اندومي دي اهي، شايفين اندومي؟ ودي الخضره او دي الحمراء لا مؤاخذه، اهي حمراء تمام، ودي الخضره اهي. شايفين؟ هتعجبكم قوي، طريقتها سهله وبسيطه وكل الحاجه موجوده في البيت، مش هتجيبي حاجه من بره، كله في البيت. يا رب تعجبكم، ونبدا ونشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم منى من مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. النهارده هنعمل الاندومي اللي هي كل الاطفال بيتجننوا عليها وبنقول انها غلط وكده. لا، احنا هنعملها في البيت وهتبسطهم قوي قوي قوي، مش هيبطلوا يقولوا لك اعمليها يا ماما. هنجيب اول حاجه طبعا الدقيق، دول 3 كوبايات. انا بوريكم الكوبايه اللي انا هحط بيها، دول 3 كوبايات في المصفى، واحط عليها دي الايه الرابعه. تمام، دي زي معلقه صغيره كده بيكنج باودر هنحطها. تمام، ده معلقه صغيره بصل وتوم بودره، ملح، فلفل اسود وشويه ملح، حطهم برضو هنا عليهم. هندخل الدقيق ونكمل بقيه المكونات ونشوف هنعمل ايه. تمام، ادي ايه الدقيق. بعد الدقيق عندنا فراخ، ده ربع كيلو فراخ، صدور فراخ متقطع صغير كده او التقطيعه اللي انت تحبيها. ده مشروم، شويه جبنه رومي، فلفل احمر وفلفل اخضر، ده حامي وده بارد، بيضتين، دول شويه دقيق علشان العجينه. بعد كده شويه بقدونس، بصل اخضر، وده البصل بتاعنا العادي اللي هنعمل بيه الشوربه اللي بتتحط على الاندومي. عندنا شويه سمسم والصويا طبعا وشويه خل بلسمك. اول ما هنبدا خالص هنبدا بالدقيق، هنعمل الاول العجينه ونبتدي نركنها شويه ترتاح اهو. ناخد دول كده على جنب علشان نعمل اللي احنا عايزينه. تمام، ادي الدقيق، الموضوع كله شويه ميه بس هنبتدي نعجن بيها اهو. هنجيب كده ادي البيض اهو، نضربه الاول علشان ما يدوخناش اهو. هنحط البيض مع الدقيق تمام، وندخله كله ببعضه علشان كل دي يبقى فيه بيض. ما تتخضيش، هتتظبط وهتبقى جميله. ادي كده هننزلها على على الرخامه، على السطح اللي انت هتشتغلي عليه. تبتدي تعجنيها اهي. هي بتبقى جامده شويه، ما بتبقاش زي العجائن التانية، لازم تبقى ناشفه شويه. طبعا لو ناشفه قوي بتحطي لها شويه ميه بس صغيرين تلميها، وبعد كده ندعك فيها وتلتيها لغايه ما تبصي تلاقيها خلاص كلها متجمعه مع بعضيها ومفيش حاجه مفروله فيها خالص، عجينه متجانسه مع بعضها، بس هتلاقيها ناشفه شويه. طبعا الميه دي على حسب نوع الدقيق، في دقيق ما بيحتاجش ميه كتير، في دقيق بيحتاج ميه كتير.
شايفين؟ خلاص هي اهي. هي بتبقى بتلزق شويه بس مش بتلزق قوي يعني. اهي شايفين؟ بنسيبها هنا كده اهي، سيبيها وبتغطيها بس نص ساعه قبل ما نعمل الخلطه. دلوقتي هنعمل الخلطه اللي هي الشوربه اللي بتنحط عليها. هنبتدي هنعمل الشوربه. دول شويه زيت، حط فيهم شويه بصل، وبرده الناحيه التانية في الحله التانية اهي شويه البصل التانيين في الحله التانية اهو، ونستنى عليهم بس يتبلوا شويه علشان نبتدي نعمل الايه الشوربه اهو. يعني بتاخدش وقت كبير خالص. ده هنعمل دي بالخضار. الناس اللي ما بتحبش، الناس النباتيه اللي ما بيحبوش ياكلوا اللحوم يعني، هنعمل لهم دي. وهنا هنعمل الايه اللي بالفراخ، وممكن تعمليها باللحمه، ممكن تعمليها بالجمبري اللي هو الروبيان، يعني بالطريقه اللي انتي تحبيها. ممكن بالخضار اكتر، انك مثلا تحطي كوسه وجزر وبطاطس، بس تكون مقطعين صغير، مكعبات صغيره يعني. اهو البصل بيتحمر بس يدبل شويه. هنبتدي نحط الفراخ، حتت الفراخ اهو. ده هيبقى وجبه مغذيه ما فيهاش اي خطر على الاطفال، عشان احنا بنتضايق لما هما بيجيبوا الاندومي ده. لا، احنا نعمله لهم في البيت طالما حاجه بيحبوها، نتعلمها ونعملها لهم، عشان احنا خافي على صحه الطفل يعني. والكبار كمان، في كبار بيجيبوا الاندومي ويخبوه كده في الدواليب. خلاص شايفين البصله بقت لونها يعني اصفر. تحطي معلقه جنزبيل على طول هنا وهنا برضه. تمام. حطي الفراخ هنحط المشروم اهو. اهو تمام. برضو هنا اهو بس تتشوح الفراخ. هنحط لها الميه عشان تستوي فيها، ولو عندك شوربه ممكن تحطي يعني اللي يعجبك. احنا هنستعمل مرق الدجاج هنا وهنا برضو اهو. هنحط الصويا
حطي الصويا معلقه كبيره شويه، يعني ماليه مركزها كده. تمام. هنحط الخل البلسمك شويه اهو. ادي كمان معلقه المرقه عشان بتديها طعم. طبعا الشطه دي بقى براحتكم، بس تاخد وتدي مع بعضيها شويه. نبص على الحله التانية، هنحط شويه خل بلسمك وشويه الصويا. تمام. برضو نقلبها مع بعضيها، وهنحط شويه المرقه اهم. وتقلبي بس شويه صغيرين، نحط الميه ونسيبهم يغلوا مع بعض، بس مجرد ما يغلوا تطفي عليهم. ادي الميه اهي حطيناها عليهم، نسيبهم بس يغلوا. هنروح للحله التانية، هنحط لها الميه برضو اهي، برضو مجرد ما تغلي هنقفل عليها. هنروح نشوف هنعمل ايه في العجينه. انا تاني للعجينه اهي، هنشوف. شايفين ارتاحت حلوه. هنبتدي نقطعها كور على حسب ما احنا عايزين. ده خلاص، ده شيله. نقطع الرخامه، طبعا الرخامه انا غسلاها قبل كده ومخليها نظيفه جدا. شايفين العجينه سهله ازاي. تجيبي بقى قطعي كور كده صغننه حسب ما انت هتقدري تفردي، يعني المكان قدامك قد ايه. تمام. نرش دقيق هنا كده عشان نحط العجينه اهي. تحطيها اهي. العجينه خلاص تمام. ناخد شويه دقيق اهو، تفرديهم كويس. تاخدي العجينه بتاعتك تفرديها، فريجي بقى لغايه ما تبقى شوفي رفيعه خالص. مش مهم ان انتي تعمليها مدوره مستطيله، انتي كده كده هنقطعها فايه مش مشكله. ايه اللي ايه التقطيع مش مهم، يعني ايه تقطعيها. تمام اهو. كل ما تحسي ان هي عايزه دقيق لا حطي، وتفردي جامد لغايه ما تبقى رفيعه خالص. اهي تمام. كمان كمان شايفين رفيعه ازاي. خلاص انا هوريكم نتنيها كده وكده. حطي دقيق. تمام. جيبي سكينه تقطعي رفيع كده. شايفه تقطعي صغير رفيع جدا زي ما انت عايزه. يعني ممكن تعمليها شرايط عريضه على فكره، بس هي عشان تبقى شكل الاندومي بنقطع صغير خالص كده اهي.
ممكن لو عندك المكنه بتاعه المكرونه تقدري تعمليها فيها برضه، هترفعها لك اكتر من كده. اهو بنحط دقيق اهي، شايفين؟ فكيها من بعضيها اهي، تشيليها على جنب في الطبق اللي انتي كنتي حاطه فيه العجينه. ونعمل واحده تانية، نجيب واحده تانية اهي، افرديها، حطي دقيق اهو، هي سهله وسريعه، ممكن تخلي اولادك يساعدوكي فيها، مش بتاخد وقت وسهله جدا جدا، ومكوناتها بسيطه، تقدري تعمليها بكل الحاجه اللي انت عايزاها. مش شرط يعني تحطي فيها لحوم، مش شرط اي حاجه، ممكن ساده كده خالص، تحطي عليها معلقه زبده وشويه فلفل اسود، شويه جبنه رومي، موتزاريلا، من غير اي حاجه، كله هيمشي. شايفين؟ رفيعه خالص خالص، تمام. كل ما تكون رفيعه كل ما تبقى احسن، لان هي كده كده هتنفش شويه عشان احنا حاطين لها بيض طبعا. لكن دي طريقتي في عمايل الاندومي، ويا رب تعجبكم ان شاء الله، هتعجبكم، هتبقى زي الفل والكل هيحبها خالص اهي. طبق كده، نقطع رفيع رفيع. طبعا مش هتلاقوا حد والله عمل نفس اللي انا عاملاه ده، هتلاقيها جديده، يعني هي حاجه جديده انا فكرت فيها. هي تشبه المكرونه شويه، عجينه المكرونه، بس انت ما بتعمليها على ايدك بتبقى طعم مختلف غير اكياس المكرونه خالص اهي. شايفين؟ مفرفله من بعضيها وسايبه، بس انت تحطي دقيق، يعني هو كل شويه ما تخافيش، الدقيق ده في السليق بيروح، ما بيرقط تحت وبتطلع هي تعوم على الوش، هي ما تاخدش حاجه على النار اهي. شايفين؟ نعمل غيرها واخلص الكميه وارجع لحضراتكم تاني. شايفين كده غليت، نطفي عليها بقى دي اهي، ونروح للحله التانية برضو نطفي عليها. ادي كمان الحله التانية كمان غليت، برضو نطفي عليها كده. خلاص طفينا عليها، هنشوف هنسلق المكرونه ازاي ونجمع الطبق. خلاص هنحط بقى الايه دلوقتي. قبل ما احط ده، عندنا هنا كده دي كان اندومي عندي في الفريزر، عاملاه بالصلصه. بتاخدي حته عجينه وتحطي عليها معلقه صلصه صغيره وتعجنيها وتقطعيها برضو نفس الحكايه. ودي لونها اخضر، دي بالسبانخ، بتاخدي شويه سبانخ وتحطيهم في الفريزر، عليهم شويه ميه وتضربيهم وتعجنيهم معاها صغير، وبرضو تقطعيها نفس الحكايه، هيبقى لونها اخضر تشكيله يعني. وادي بقى الابيض اللي احنا عاملينه اهو، شايفينها مفرفته ازاي من بعضيها. انا شلت شويه الدقيق الزياده اللي فيها، خلاص هنحطها اهو، هنحط في الميه شايفين اهي اهي، متحطش يعني كتير، يعني شويه، وبعدين نشوف هي هتطلع فوق لوحديها، هتبص تلاقيها تطلع فوق دلوقتي
بنسخن الشوربه علشان نحطها. هنشوف هنحطها ازاي. وبرده هسلق لكم الخضره دي والحمراء دي، وهنشوف هنقدمها ازاي. دي ممكن تقدميها مع الخضار، يعني اللي هي الالوان دي ممكن تقدميها لوحديها، يعني زي ما انت حابه. شايفين اهو، ولا بتلزق في بعضيها ولا اي حاجه. بس هتغلي شويه اوريكم نعمل فيها ايه. شايفين اهي استوت. شايفين بتصفيه كده خالص من اللي انت عاملاه اهي اهي. تحطي نصفيها كويس اهي. شايفين نيجي نحط عليها الشوربه اهي. شايفين شكله جميل ازاي. نحط عليها بقيه الحاجه اهي. هنحط عليها شويه فلفل احمر وفلفل، شويه بصل اخضر اهو، شويه جبنه رومي، شويه بقدونس والسمسم. وادي السمسم، ممكن اللي مش عايزه بلاش، بس هو بيبقى يعني عشان يبقى المنظر اللي هو بتاع الايه الاندومي اهو. هنكمل بقيه الاشكال اللي هي كمان الحمراء وكمان الخضراء واوريكم هنعمل ايه. ادي الميه غليت، هنحط الملح زي التانية بالظبط اهو، ونقوم حاطين الايه الخضر اهي. نحطها، هي كانت فايضه عندي، فاللي يفيض عندك ممكن تحطي عليه شويه دقيق وتحطيه في الفريزر. اما تعوزي تخرجيه بتخرجيه تسيبيه شويه، ترجعي تحطي عليه شويه دقيق تاني، هتبصي تلاقيه اتعدل وفك معاكي، وتقدري ان انت تسلقيه عادي مفيش مشكله اهي. شايفين بقى لونها اخضر ازاي. ايوه اهي. كده اهي. شايفين بتغلي، بس تغلي شويه وهنقوم شايلينها برضو. ممكن تصفيها وتغسليها لو انت متضايقه من شويه الدقيق اللي فيها، بس هي دي يعني بعيد عنها، مش خلاص هو بيسيبها وبينزل في الميه الزواده اهي. خلاص هي خلاص اهي، خلاص استوت. شايفين اهي. صفيها تمام، تحطيها في المج بتاعك اللي انت اولادك هياكلوا فيه اهو. انا بشيلها اهي، شيلي كل حاجه اهو. شايفين اهي. هنروح للحله التانية. دي الحله اللي فيها الخضار اللي هو المشروم، اللي بالمشروم اهو. تحطي عليها، تحطي الشوربه اهو، ونروح عشان نشوف هنعمل فيها ايه. ادي الحمراء كمان ننزلها في الميه السخنه اهي، هتبقى لونها احمر اهي. بتغلي الحمراء اللي باللون الاحمر اهي. انت براحتك بقى، اعملي اللي انت تحبيه والاطعمه اللي انت عايزاها اهو اهو.
وبرده نروح نحط فين الشوربه من الحله بتاعه الخضار. عايزين تحط عليها من اللي هي بالفراخ ماشي، عايزين تحطوا بينها اللي بالخضار ماشي، اللي يعجبكم. اهي نروح بقى للحله التانية اها، ونحط الخضار والشوربه. تمام اهو، شايفين؟ نشوف بقى نعملهم ازاي. اهو هنحط بقى عليهم الفلفل اللي زي ما قلت لكم اهو، حطي الفلفل. وهناك برضو اهو اخضر حامي، حامي لو مش حباه ما تحطيهوش لو عندك اطفال صغيرين. شويه بصل اخضر اهو، وهنا شويه بصل اخضر، شويه رومي، جبنه رومي. لو مش عايزه برضو ما تحطيش، ممكن تحطي موتزاريلا، ممكن تحطي شيدر اللي يعجبك. شويه بقدونس صغيرين برضو لو مش حابه، يعني انت عارفه التزويقه دي بتاعتك انت يعني، او الحاجه اللي انت بتحبها بتاعتك انت، مش شرط يعني زي ما انا بعمل تعملي، لا ممكن تعملي بالايه بالطريقه اللي انت حباها اهو. تمام، ايه رايكم؟ يا رب يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتقولي لي رايكم.